السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل اكلتين احلى من بعض. هنعمل جلاش باللحمة المفرومة وهنعمل مكرونة بشاميل. الاكلتين لذاذ وحلوين قوي. اتمنى من كل قلبي يا حبايب قلبي انكم تدخلوا معايا الفيديو وتشوفوا هنعمل الجلاش والمكرونة البشاميل ازاي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. اهلا بيكم يا حبايبي. النهارده هنعمل اكلتين حلوين قوي. هنعمل مكرونه بشاميل وجلاش باللحمه. اكله لذيذه وبسيطه وان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا. في البدايه كده اعصج اللحمه. انا هنا حاطه حله فيها ملح وزيت وميه هيغلوا علشان اسلق المكرونه نص سلقه. وهنا في الطاسه هعمل فيها هعصج اللحمه. معايا بصلتين كبار. انا معايا كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه. نشوح البصله بس كده في الاول. معلقتين سمنه كبار. قلب في البصله كده بس لمده دقيقه تدبل عشان انزل عليها باللحمه المفرومه. كده البصلايه دبلت كده انزل عليها باللحمه. انا قلت لكم معايا كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه. زي ما انتم شايفين كده قلبت اللحمه مع البصل. هعمل دي حته متلجه كده. معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. ومعلقه صغيره من الكمون. معايا قرن فلفل احمر واخضر يدي طعم حلو للحمه. واقلب كده. اللحمه المتعصجه ما بتاخدش وقت على النار، تستوي على طول. احط بقى الملح. حطيت كده معلقه ملح. ثلاث دقايق بس واطفي على اللحمه وتبقى كده استوت. انا سلقت المكرونه نص سلقه زي ما انا قلت لكم. هنبتدي دلوقتي نعمل الجلاش. انا معايا لفه الجلاش بتاعتي ومعايا الصينيه اللي هستخدمها ومعايا كوبايه حليب وبيضتين كوبايه سمنه. انا دهنه هنا الصينيه بتاعتي سمنه. هاخد كده بسم الله. هاخد رق
او رقين وافردهم في الصينيه كده، وادهن كده سمنه بسيطه. دول رقين من الجلاش. بين كل ورقتين يعني جلاش ندهن سمنه كده، يبقى مورق وجميل ومقرمش. هحط نص كميه الجلاش بنفس الطريقه اللي قدامكم كده، ورقتين ورقتين وايه والسمنه. حطيت زي ما قلت لكم ورقتين ورقتين من الجلاش وادهن سمنه، ودي نص اللفه بالظبط. هعمل ايه؟ هاجي كده اجيب المفروم بتاعي كده. اجي بقى ايه اخد الجلاش برضو ورقتين ورقتين، اعمل كده. انا هظبط ده كله ادهن كده سمنه. ويجي بقى كده ايه الورقه الاخيره. اسيب الصينيه كده. اخر رق كده بقى مش هحط عليه سمنه خالص. في الاول هاجي اقطع الصينيه كده. لازم تقطعي الجلاش بتاعك قبل ما تدخليه الفرن.
وقبل كمان ما تسقيه بالخلطة اللي هنعملها مع بعض دلوقتي، علشان انت لو ما قطعتوهوش وجيتي حطيتي عليه الخلطة اللي هنعملها مع بعض هتلاقي الجلاش ناشف وايه موصلوش ولا لبن ولا بيض ولا اي حاجة من اللي احنا هنحطها عليه دلوقتي. وكده قطعنا صينية الجلاش. معايا بيضتين حطي ايه نص معلقة صغيرة من الكمون وربع معلقة من الفلفل الاسمر، ربع معلقة صغيرة، ونص معلقة ملح صغيرة، واقلب البهارات دي كده في البيض. معايا كوباية الحليب، ومعايا كمان معلقتين من السمنة. شايفين الخلطة دي كده او الخليط ده كله هننزل بيه على صينية الجلاش كده. نسقي بقى كده، بسم الله. نحاول بقى ايه نظبط الصينية بتاعتنا كده، ما نخليش اي مكان الا لما يوصل له ايه خليط اللبن والبيض اللي احنا عملناه مع بعض ده كده. زي ما انتم شايفين كده. شغاله الفرن بتاعي بقى على درجه حراره 180. ادخل صينيه الجلاش اول ما تستوي نرجع ونوريها لكم. هنبتدي نعمل مع بعض البشاميل دي كده ايه، شويه سمنه كده محترمين علشان انا بحب اعمل بشاميل كتير. ومعايا كوبايه ونص من الدقيق. ما بحبش البشاميل يبقى قليل على المكرونه. نقلب كده، نحمص الدقيق كده او نقلب الدقيق مع السمنه. انزل بقى ايه بالشوربه. النار هاديه تحت الحله. واقلب كده. افضل اقلب كده لغايه
ما ايه افك الكلاكيع دي خالص. انا كده محتاجه شويه شوربه كمان. معايا كوبايتين من الحليب، ادي كوبايه وادي كوبايه، واقلب بقى ايه البشاميل بتاعي لغايه ما يفك خالص خالص. شايفين البشاميل اللي قدامكم بقى تحفه. اطفي النار بقى كده واعمل ايه نص معلقه صغيره من الملح وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، واقلب كده وخلاص. كده البشاميل بتاعي خلص. المكرونه بتاعتي اهيت بعد ما سلقتها وصفيتها شطفتها بشويه ميه. احط بقى ايه شويه كده من البشاميل واقلب. معايا صينيه دهناها من السمنه وانزل كده افردي كده اللحمه في الصينيه، المكرونه في الصينيه، سوري يا بنات. وانزل اللحمه مكترين هنا اللحمه ومقللين اللحمه في الجلاش. اسوي كده بقى ايه اللحمه والمكرونه وانزل بباقي المكرونه. حطيت كده باقي المكرونه، انزل كده بالبشاميل شايفين يا حبايبي المكرونه بعد ما خرجت من الفرن تحفه، بسم الله ما شاء الله. هنبتدي بقى نقطعها. بسم الله. بسم الله.
ايه رايكم بقى كده في شكل الجلاش بعد ما استوى؟ سبته بقى كده اما هدي وبرد وقطعته. احنا كنا مقطعينه قبل كده بس لازم تقطعيه تاني. ايه رايك؟ ايه رايكم بقى كده في شكل الجلاش؟ حلو قوي، طعمه حلو وريحته جميله. شايفين شكل الجلاش؟ شايفين السوا من تحت ومن فوق؟ شكل اللحمه تحفه يا حبايبي، تحفه. عملنا النهارده جلاش ومكرونه بشاميل، طريقه سهله وبسيطه والطعم حلو قوي. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو بتاعي يعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.